تقوم به الحكومة التركية من أعمال إرهابية على مناطق الشمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين العزل، والهدف منه ضرب الأمن والاستقرار الديمقراطية. وللأسف تحصل هذه الانتهاكات أمام ناظر المنظمات الحقوقية والدول الضامنة روسيا والأمريكا دون أي تنديد بهذه الممارسات لا أخلاقية والهجوم البربري على مناطقنا الآمنة. فنحن مجلس المرأة لعوائل الشهداء نندد وبشدة هذه الممارسات، وسنكون الدروع البشرية أمام آلهتهم الحربية لنمنع احتلال أي جغرافية أخرى من أراضينا التي حررت دماء شهدائنا، وأننا سنكون سدا منيعا أمام أي تدخل العسكري، وسنساند قواتنا العسكرية والأمنية حتى الرفق الأخير. وبدورنا نعزي عوائل الشهداء الذين استشهدوا في قصف الليلة الماضية، ونعاهد شهدائنا أن نكون أوفياء لدمائهم الطاهرة، فلتسقط الفاشية والقوة المتآمرة. عاشت الوحدة الوطنية، عاشت مقاومة الشعب. مجلس المرأة العوائل.